قبل ما تبدأ لازم تصلي على النبي، وليلة الصلاة يقوم يصليها الأول، لأن الصلاة أهم من يومك. تمام. بص، بما إني دكتورة وفي طب بشري، يعني نص دكتورة يعني، هقول لكم النهاردة على سيرة الطلاب الأوائل، لأن محدش هيقول لكم عليه. ده الطريقة اللي هتغير حياتكم في الثانوية العامة كلها. بص، انت كنت فاكرين ان الطلاب الأوائل طول النهار قاعدين على المذاكرة ما بيقوموش ماسكين الكتب والكواريس؟ فأحب أقول لكم انتوا غلطانين جدا جدا جدا. النهاردة هقول لك وهقول لها على أسرار محدش بيتكلم عنها خالص، حاجات بسيطة لكن بتفرق، بسيط خالص، لكن بتفرق بين اللي بيجيب 60% واللي بيجيب 98% أو أكتر كمان. لو ظبطت اللي هقوله مستواك هيعلى بشكل مش طبيعي. خليك معايا للآخر، لأن كل معلومة هنا هتفرق في مستقبلك. لو مش حابب تتفرج على فيديو، صلي على النبي واتفضل. لو انت مذاكر اللي عليك، اتفرج على الفيديو برضه، لأن في نصايح حلوة هتفيدك. قبل أبدأ في النصايح، اعذر على الصوت بس أنا عندي وقت. ادعولي بقى. أولا، الطريقة السرية للمذاكرة الفعالة مش بس عدد الساعات، تمام؟ لازم نكون متفقين على كده. أول حاجة، ودي أهم نقطة، الطلاب الأوائل مش بيذاكروا عدد ساعات كتير، لا، هما بيذاكروا بذكاء، وفي طريقة اسمها active recall أو الاسترجاع النشط. ده معناه إنك متقعدش تقرا الكتاب بس، لا، جرب إنك تسأل نفسك أسئلة بعد ما تخلص كل فقرة وتكتب إجابتك من دماغك من غير ما تبص في الورقة خالص، وبعدين راجع الصح والغلط. والطريقة دي بتثبت المعلومة أكتر من أي طريقة تانية. وعلى فكرة، أنا مجرباها ومش بعرف أحذر كده. أنا بقرأ الحاجة مرة واحدة، تمام، أو مرتين على أكتر، بس بتركيز، وبعدين بخلي حد يسألني حتى لو أنا ما مذاكرتهاش كويس. وبعد ما يسألني وغلط مثلا في الحتة الفلانية والحتة الفلانية والحتة الفلانية، أتعلم على الحتة اللي غلطت فيها وأرجع أقراها تاني الأول التاني، وأقرا الحاجات اللي أنا مغلطتش فيها كمان عشان أبقى أكدت على المعلومة، وأرجع أخليهم يسألوني تاني لحد ما أحفظ المعلومة. دي طريقة حلوة جدا على فكرة، وأنا مجرباها. تمام. الطريقة التانية، وهي النظام الذهبي للمراجعة، أقوى من المذاكرة نفسها. إيه السر التاني بقى؟ هو إنهم بيعملوا إيه؟ مراجعة على فترات متباعدة. يعني إيه؟ يعني مش تذاكر الدرس النهارده وبعد أسبوع تراجعه مرة واحدة قبل الامتحان، لا لا لا، كده غلط. النظام الصح هو إنك تراجع بعد يوم، بعد 3 أيام، بعد أسبوع، بعد شهر. بالطريقة دي المخ بيثبت المعلومة للأبد، ودي الطريقة اللي بتخليهم يثبتوا المعلومة. ليه؟ عشان هما بيراجعوا كتير. واسمها ايه بقى؟ اثبات imitation. دول احسن طريقتين، مش عايزين طرق كتير عشان ما تلخبطوش، بس في حاجات بسيطة كده عايزين نقولها. جرب انك تذاكر في مكان ثابت كل يوم، مش مرة تذاكر في الصالون، مرة تذاكر في المكتب، مرة تذاكر على السفرة، لا، في مكان ثابت. ليه بقى؟ ده بيخلي مخك يرتبط بالمذاكرة بالمكان ده. يعني ساعة ما يجي على المكان ده انا بذاكر هنا، خلاص يلا، يبقى يفعل مود المذاكرة. كمان خدها زي انك تذاكر بإنارة مش سطرة مثلا، تمام، وتقفل كل المشتتات اللي حواليك. لو عندك موبايل ممكن تستخدمه في حاجة مفيدة، زي ان مثلا انك تصور نفسك فيديوهات قصيرة انك تشرح الدرس بصوت عالي، وده يخلي المعلومة تفضل في دماغك اكتر. ودي انا جربتها برضو. تمام. اكبر مشكلة عند الطلاب هي انهم بيحسوا بالاحباط لما ما يعرفوش يخلصوا المنهج، بس السر هنا هو انك تبدأ بالاجزاء السهلة الاول. عارفين مندل؟ مندل ده نجح في تجاربه، التجارب بتاعت مندل اللي هي بتاعت البسلة والحاجات دي، نجح فيها بسبب ايه؟ بسبب ان هو بدأ بالسهل الاول، وكان بيبعد على التعقيدات. اي تعقيد جيت قدامه بيبعد عنها على طول. وكان آه بيشوف اللي سبقوه عملوا ايه، يعني مثلا اللي سبقوني عملوا ايه ويبدأ من اول دقيقة بداية. عشان كده احنا بننصح، يعني احنا مثلا في كلية الطب بنصحكم انتوا عشان تجربوا نفس التجربات اللي انا عملتها، ممكن تختاروا طريقة جديدة من نفسكم. تاني حاجة ان انتوا تاخدوا الحاجات السهلة بس، تمام، الأول، وبعدين الصعب عشان دماغكم يتحفز. تالت حاجة ان أي حاجة تعقيدة سيبوها على جنب، وبعدين برجعوا بعدين لما تبقوا رايقين. هو ده الصح، ده من اللي عمله ونجح فيه، ده عالم كبير. تمام. ليه بقى؟ عشان لما تخلص حاجات بسرعة مخك هيديك إحساس بالإنجاز، وده يخليك تتحفز وتكمل. وكمان مهم جدا إنك تخلي آخر ساعة في يومك مراجعة سريعة على إيه اللي ذاكرته طول اليوم. بص بقى، النوم مش رفاهية. ليه؟ عشان ناس كتير بتفكر إن النوم
ان انا نمت 8 ساعات وكده، لا انا كده المفروض ان انا اذاكر مليون الف ساعه، تمام، وانام 3 4 ساعات. لا، غلط. ليه؟ عشان النوم بيحسسك بالارهاق، وبيخليك اي حاجه بتحفظها بتروح من دماغك. عشان كده لازم تنام مش اقل من 6 ل 7 ساعات، تمام. النجاح مش مستحيل، لكن الفرق بين الطالب العالي والمتفوق هو ان المتفوق عنده نظام ذكي، مش مجرد ايه عدد ساعات مذاكرة. ها احنا عندنا في ده. وعندي ذكر من القصص عن طلاب ثانوية عامة من المتابعين حبوا يشاركوها معاكم. أول قصة بتقول: أنا اسمي نجاح، واسم لوحده كان حمل عليا من وأنا طفلة. من أول يوم دخلت المدرسة وأهلي كانوا شايفين إن لازم أكون الأولى، مش بس متفوقة، لا لا لا، غلط، الأولى بلا منافس. كانت الكلمة اللي بسمعها دايما: نجاح لازم تنجحي، وكأن الدنيا ما فيهاش اختيار تاني. في ابتدائي كنت طفلة شاطرة جدا، بحب الدراسة، وكل المدرسين بيشكروا فيا. كنت فرحانة بنفسي، بس الفرحة دي ما كانتش بتدوم، لأن في البيت كنت بحس بضغط رهيب، إن أي حاجة بعملها مش كفاية. لو جبت 95% يبقى ليه ما جبتش 100%؟ لو طلعت التانية على الفصل يبقى ليه ما طلعتش الأولى؟ كنت بحس إن تقديري لنفسي مرتبط برضا أهلي، وكل ما حاولت أفرحهم بنجاحي وأفرح بنجاحي لقيت نفسي محبوسة في سباق مش عارفة نهايته. دخلت الإعدادي وبدأت الحياة تبقى صعبة، والمواد تبقى أكتر، والمنافسة زادت، وأهلي بقوا يشدوا عليا أكتر من الأول. مش فاكرة يوم رجعت فيه من المدرسة أنا مبسوطة بجد. كنت أول بدخل البيت وأول كلمة تتقال: عملتي إيه النهاردة؟ امتحانك كان عامل إيه؟ إزاي؟ لو قلت إني حليت كويس، السؤال اللي بعده هيبقى إيه؟ متأكدة؟ يعني هتجيب الدرجة النهائية؟ لو قلت إني لخبطت في حاجة بسيطة، هنا مامتي بتلمع بالقلق وبالغضب، وبابا بيتهد ويقول لي: انت مش مذاكرة؟ انت مش مركزة؟ احنا مستنيين منك كتير، مش معقول تضيعي مستقبلك بكلمتين. كان لازم ابقى الاولى في كل حاجة، حتى في البيت. امي لو طلبت مني حاجة وانا بذاكر لازم اقوم فورا. لو قلت اني تعبانة يبقى دلع وكسل. بقت حياتي عبارة عن كتب وكشاكيل ودروس، وكأني آلة لازم تطلع درجات وبس. بس المشكلة الأكبر بدأت تظهر لما ظهرت منى، البنت اللي كانت صاحبة عمري، واللي فجأة بقت منافستي الأولى. منى كانت بنت خالتي، وأمها دايما تقارن بينا: بنتي أحسن، بنتي أشطر، نجاح مش أحسن منها. وده كان بيخلي أمي تضغط عليا أكتر، كأننا في معركة مين اللي هيكسب لقب الأولى على. كنت بحب منى، كنا بنتكلم في كل حاجة، بنذاكر سوا، بنضحك مع بعض. بس في يوم لما طلعت أنا الأولى وهي التانية، شفت نظرة الغيرة في عينيها لأول مرة. فهمت اللي بينا مش صداقة زي ما كنت فاكرة. بدأت تعاملني ببرود، تضحك مع أصحابها وتسيبني، ولو جيت أكلمها تقولي: إيه أنت مش فاضية، عندك مذاكرة، مش كده؟ بتريقة يعني، كأنها بتعاقبني على تفوقي. بدأت تطلع إشاعات عني إني مغرورة وبحب نفسي، وإني نجاح مش بتصاحب حد عشان شايفة إن نفسها أحسن من الكل. وهنا بدأت تهاد التنمر. كان في بنتين في الفصل، سلمى وريهام، مش بيحبوني من الأول، لكن بعد إن منى عملته بقوا يعاملوني بأسوأ شكل ممكن. مرة دخلت الفصل ولقيتهم بيتكلموا عني بصوت عالي: يا بنتي، دي عايشة بس عشان تذاكر، هو في حد عاقل بيحب الكتب كده؟ دي أكيد مملة، وكل اللي حواليها بيسيبها، حتى منى زهقت منها. كنت قاعدة لوحدي وحسيت بكلامهم زي السكاكين. كنت بحاول أبقى أحسن، بس ليه محدش حاببني؟ ليه النجاح بيخليني وحيدة؟ كنت بقضي الفسحة لوحدي، أكل لوحدي، وأرجع البيت أكمل مذاكرة لوحدي، كأن الحياة كلها بقت ورقة وقلم مفيهاش أي متعة. لكن لما دخلت الثانوية العامة اكتشفت إن الضغط اللي كنت فيه كان مجرد البداية، لأن اللي جاي كان أسوأ بكتير. من أول يوم في تانية ثانوي بقى حطوني تحت ضغط رهيب، مفيش خروج، مفيش راحة، مفيش حتى وقت أتنفس، كل حاجة بقت ممنوعة عشان المجموع.
وكأن حياتي كلها متعلقة بالرقم اللي هجيبه في الامتحان. وهنا ظهر عمر، الشخص اللي غير حياتي كلها، واللي لما اكتشفت حقيقته كان لازم أردله الساعة ساعات. كنت ماشية بين الفصول شايلة كتاب الفيزياء وعقلي مشغول بمسائل المعادلات اللي مش عارفة أحلها، مش راضية تدخل دماغي. فجأة حد خبط فيا، أيوة زي الأفلام، بس المرة دي حقيقة. وقع من الكتب، ولما بصيت أشوف مين لقيت ولد واقف بيبصلي وهو مبتسم. قال لي آسف كنت مستعجل مكنتش شايف. انحنيت بسرعة أجيب الكتب، بس لقيته سبقني ورفعهم ليا وأنا أخدتهم منه من غير حتى ما أبصله. قام قايل لي وهو لسه مبتسم، نجاح مش كده؟ رفعت عيني بدهشة، ازاي يعرف اسمي؟ احنا مش في نفس الفصل. حسيت بإحراج ووشي أحمر زي أي بنت، وقلت بسرعة أيوة هو في حاجة؟ رد بثقة لا، بس كل مدرسة عارفة نجاح الأولى دايما صح. ساعتها حسيت بفخر بسيط بس كمان بخوف. هو كان بيتكلم بإعجاب ولا بسخرية؟ قلت له بسرعة أنا مستعجلة عندي درس، ومشيت بسرعة قبل ما الحوار يطول. بس الغريب إنه موقفش عند كده. اليوم اللي بعده وأنا قاعدة في الحوش سمعت إيه؟ سمعت حد بيندى باسمي. التفت ولقيته عمر جاي ناحيتي ماسك علبة عصير، وقف جنبي وقال لي شايفك مضغوطة، اشربي ده يمكن يفوقك شوية. بصيت في مستغرب وقلت له أنا مش فاهمة أنت عايز إيه؟ ابتسم بثقة ولا حاجة، بس حسيت إنك محتاجة حد يسمعك، مش كفاية مذاكرة وضغط بقى. لأول مرة حسيت إن حد شايفني، مش بس كطالبة شاطرة، لأ، حد بيتكلم معايا عشان أنا نجاح، مش عشان درجاتي. ومن اليوم ده بقينا نتكلم أكتر، وكل مرة كان بيعرف ازاي يخليني أضحك أخرج من توتري. وحتى لو كان عندي درس أو مذاكرة كان بيقنعني إني أرتاح شوية. ومع الوقت بقيت مستنية كلامه ومستنية أشوفه في المدرسة. لو غاب يوم حاسس إني ناقصة حاجة مش عارفة هي ايه. كان أول شخص بيعاملني كإنسانة مش آلة مذاكرة. بس المشكلة إنه كان السبب في أول سقوط ليا. أهلي لاحظوا إن مستواي بدأ ينزل، مش كتير، بس نجاح اللي يعرفوها بقت الدرجات تقل والتركيز يضيع. وكل ده لأن عقلي كان مشغول بعمر. وفي يوم جالي على باب المدرسة وقال لي نجاح ايه رأيك نزوغ من المدرسة النهاردة، نخرج شوية نشم هوا وأعزمك على كوباية قهوة. بصيت له بصدمة، انت بتتكلم بجد؟ أنا عمري ما غبت عن الدرس. رد بضحكة بالضبط، عشان كده لازم تجربي حياة جديدة، شوية راحة مش هيضروكي. وحصل اللي ما كنتش متخيلة انه ممكن يحصل. زوغت، قعدنا في كافيه بعيد عن المدرسة، شربنا عصير واتكلمنا عن أحلامنا. وأنا وقتها حسيت لأول مرة إني بنت عادية، مش مجرد طالبة لازم تجيب مجموع. أنا عارفة إنه غلط، بس كملوا معايا القصة لحد الآخر. الكارثة كانت لما رجعت البيت. أول ما دخلت لقيت أمي واقفة في الصالة وعينيها مليانة غضب. كنت فين؟ المدرسة كلمتني وقالوا لي إني غبت الدرس. حسيت بالدم بيتجمد في عروقي. حاولت أبرر لكن أمي كانت غضبانة جدا. انتي بتضيعي مستقبلك، هو ده اللي تعبت علشانه، علشان في الآخر تمشي مع ولد وتزوغي؟ كلمة ولد دي خلتني أحس بالذنب والخوف. هي عرفت ازاي؟ أنا فعلا كنت بعمل حاجة غلط، أنا بس كنت عايزة شوية راحة، بس هي ازاي عرفت كل ده؟ حسيت إني مضيعة نفسي. بعد اللي حصل قررت أبعد عن عمر، أركز في مذاكرتي، بس هو ما كانش ناوي يسيبني بالساهل. بعد اللي حصل مع أمي خدت قرار إني أبعد عن عمر، مش بسهولة طبعا، كنت متعلقة بيه
لكن كل لما أفكر في نظرة أمي وهي بتعاتبني أحس بوجع في قلبي. قعدت كام يوم مركزة في دراستي ما بردش على رسايله، حتى في المدرسة كنت بتكلمه لكنه ما استسلمش. في يوم وأنا طالعة من الدرس لقيته مستنيني عند باب الدرس. نجاح، احنا محتاجين نتكلم. بصيت حواليا بخوف، لو حد شافنا هيروح يبلغ أمي تاني. قلت بسرعة: عمر، مفيش حاجة نتكلم فيها، ده أنا لازم أركز في مذاكرتي. قرب مني وقال بصوت هادي لكنه فيه إصرار: أنا اللي وقفت جنبك لما كنت تعبانة، ولما كنت مخنوقة من الضغط، لما صاحبك وصحابك كلهم كانوا بيتريقوا عليكي. مش من حقك تسيبيني من غير ما تفهميني ليه. كلامه لمس حاجة جوايا. صحيح هو الوحيد اللي كان بيفهمني، بس برضه مكنتش عايزة أرجع لنفس الدوامة. أنا مش بسيبك، بس لازم أركز. أنا تعبت ومش عايزة أضيع مستقبلي. سكت لحظة وبعدها قلت: قمر، أنا مش قادرة، بس والله مستقبلي أهم، لأن أهلي هيقتلوني لو مركزتش. سكت وقال بابتسامة خبيثة، بس أنا مكنتش عارفة وقتها ده هي ابتسامة خبيثة. طيب، لو قلتلك إنك مش هتضيع مستقبلك، بالعكس أنا ممكن أساعدك تجيبي درجات أحسن كمان. بصيت له مستغرب: إزاي يعني؟ رد بثقة: أنا عندي مذكرات وأسئلة امتحانات اللي بتيجي كل سنة، لو عايزة ممكن أساعدك تذاكري الحاجات اللي صح. حسيت إنه بيحاول يغريني، بس في نفس الوقت الفكرة كانت مغرية. كلنا عارفين إن في مدرسين بيدوا الطلبة اللي معاهم في الدروس نماذج قريبة من الامتحان، وممكن يكون معاه حاجات مهمة. ده غباء صدقته، ودي كانت غلطة عمري. عمر بدأ يديني مذكرات ومنازل بحجة إنها مهمة، وفعلا لما كنت بذاكر منها كنت بلاقي أسئلة شبه اللي في الامتحانات. بس الحاجة اللي ما خدتش بالي منها إنه كان دايما بيطلب مقابل: نجاح تعالي، نجاح روحي، نجاح تعالي نقعد مع بعض شوية في بعد الدرس، عندي حاجة مهمة عايزة أقولها لك. نجاح، ليه مش بتردي على رسايلي بسرعة؟ مش المفروض نبقى قريبين من بعض أكتر؟ نجاح، 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 بقى بيطلب طلبات ما ينفعش تطلب. في الأول كنت بحاول أتهرب، لكن بعد فترة بدأت أحس إنه مسيطر على حياتي. لو ما ردتش عليه كان بيتعمد يظهر فجأة كل الشر اللي جواه. هيقول لي: لو ما كلمتنيش أنا هعمل وهعمل. طبعا مش هقول الكلام ده في الفيديو. ولو قلت له إني مشغولة كان بيحسسني بالذنب. وبعدين بدأت الطلبات تبقى أغرب: نجاح، انت بتحبيني صح؟ بصيت له بارتباك: ايه السؤال ده؟ لو بتحبيني هتثبتي لي ده. حسيت برجلي تتصبر في الأرض. هو عايز ايه بالظبط؟ حاولت أغير الموضوع، هي كان مصر: أنا بساعدك، واقف جنبك، وعمري ما اتخليت عنك. مش من حقك إنك تسيبيني ولا تفكري إنك ترفضي لي طلب. وهنا النور اللي كان مطفي في دماغي اشتغل. هو ما كانش بيحبني، كان بيستخدم ضعفي عشان يسيطر عليا ويرجعني بكلامه المعسول. كنت لعبة في ايده، كل حاجة عملها كانت ليها مقابل. لا، مش نجاح اللي يحصل فيها كده. انا كنت غبية من الاول، بس مش هفضل غبية للاخر. قررت اني العب لعبته واوقعه في شر اعماله. بدأت ابين له اني لسه بتعلق بيه، لكن في نفس الوقت كنت براقبه وبدأ معاه معلومات عنه. اكتشفت انه بس مش بيتعامل معايا انا كلوحدي، لا، ده كان بيعمل كده مع اكتر من بنت. كان عنده حسابات سرية وبيكلم ناس تانية وبيضحك عليهم بنفس الأسلوب، عشان هو بيبدأ يبتزهم ياخد منهم فلوس. وفي يوم لما بعتلي رسالة يقولي إنه عايز يقابلني في مكان بعيد عن المدرسة، عرفت إن على اللحظة إني لازم أتحرك فيها. بدل ما أروح لوحدي بلغت أهلي وعرفوا مني كل حاجة، وواجهوه بألعابه القذر، وكان معاهم صور تثبت الكلام ده. فكانت الصدمة إنه حاول ينكر لكنه مقدرش، وفي النهاية وقع في شر أعماله، والسمعة اللي كان بيحاول يحافظ عليها راحت للأبد. وكده أنا اتخلصت منه جبت حق كل البنات اللي ضحك عليهم. خلصت الثانوية العامة وطلعت بمجموع كبير رغم كل اللي مريت بيه. الأهم من ده إن طلعت بتجربة علمتني درس وعمري ما هنساه.
ما تسيبوش حد يسيطر على حياتكم، ولا تخسروا مستقبلكم عشان حد بيبيع لكم الوهم. القصة التانية بتقول: أنا كارما، بنت عندي 18 سنة. حياتي كلها كانت عبارة عن محاولة إثبات نفسي، محاولة إني أكون أحسن حد في الدنيا، مش علشان نفسي، لأ علشان أبويا اللي طول عمري كان بيكرهني. عارفة إن الكلمة غريبة وصعبة، بس دي الحقيقة. أبويا ما كانش عايزني من الأساس، كان شايف إني حمل تقيل، وكان دايما بيعاملني كأني سبب تعاسته في الحياة. مفيش مرة حاول يشجعني، مفيش مرة قال لي كلمة طيبة، بالعكس كل حاجة كنت بعملها كان لازم يطلع فيها عيب. انتي مش نافعة في حاجة، انتي فاشلة زي يومك، حتى لو جبتي أعلى مجموع عمرك ما هتبقي حاجة. الكلام ده كان بيحفز جوايا حتة، بس كان بيوجع فيا أكتر، وكان بيحفر جوايا زي السكاكين. بس بدل ما يهدني كان بيخليني أصر أكتر. كنت عايزة أثبت له إنه غلطان، هو إن هيجي يوم ويشوفني أنجح بنت في الدنيا. عشان كده كنت بذاكر بجنون، كنت بحاول أكون الأولى على الدفعة، كنت بضغط على نفسي بشكل مش طبيعي، وكل ده علشان اللحظة اللي أقف فيها قدامه وأقوله: شفت بقى، أنا مش فاشلة. لكن الحياة ما كانتش بالجمال ده. اليوم ده كنت مرعوبة، مش عارفة أفتح الموقع، مش عارفة أشوف النتيجة. بس أمي كانت جنبي، مسكت إيدي وضغطت عليها وقالت لي: مهما كانت النتيجة أنا فخورة بيك يا كارما، انتي بنتي اللي تعبت وحاولت، وده أهم حاجة. بس كلامها مخففش التوتر اللي كنت حاسة بيه. قلبي كان هينط من صوتي وأنا بكتب رقم الجلوس. ضغطت بحث والنتيجة ظهرت 74%. الدنيا لفت بيا، حسيت ان الارض تتهد. ده حلمي، حلمي اللي كنت شايفاه قدامي وقع واتكسر. انا اللي كنت نفسي ابقى دكتورة، انا اللي كنت فاكرة اني هحقق المستحيل، في الاخر جبت مجموع يدخلني كلية ملهاش اي لازمة. كنت بحاول استوعب الصدمة، لكن قبل حتى ما ابكي سمعت صوت الضحكة اللي كنت خايفة منها. انا عارف من الاول انك فاشلة. ابويا كان واقف على باب الأوضة، بصيت بنظرة كلها سخرية وقال: انت فاكرة نفسك مين؟ فاكرة هتجيبي 99% تبقي دكتورة؟ دي نهايتك الطبيعية، كلية زراعة يا فاشلة، تستاهلي اللي حصلك. حاولت أتماسك، لكن جوايا خانتني. كنت حاسة إن الدنيا بتتدمر قدامي، وأكتر حاجة وجعتني في إنه كان مبسوط في تعاستي، فرحان إني وقعت بدل ما يهون عليا. كان بيحتفل بسقوطي. أمي حاولت تدافع عني، صوتها كان كله حزن: بنتك تعبت، ما ينفعش تتكلم معاها كده. لكن رد ببرود: دي مش بنتي، دي عار. أنا مش عارفة أنا عملتله إيه عشان يقول عليا كده. هو بيكرهني عشان بيكره البنات. الكلمة دي قطعتني. دخلت كلية زراعة مش بإرادتي، كنت حاسة إني محبوسة في مكان مش بتاعي. كل البنات كانوا بيحكوا عن شغفهم وعن حبهم للمجال، أنا كنت قاعدة في نص المدرج ضايعة، مش عارفة أنا بعمل إيه هنا. الدكاترة بيتكلموا عن نباتات ومحاصيل وتربة، وأنا دماغي في حتة تانية، مش قادرة أركز، مش قادرة أندمج. حاسة إن مستقبلي ضاع، إن حياتي انتهت قبل ما تبدأ. لكن المشكلة الأكبر ما كانتش بس في الكلية، كانت جوايا أنا بقيت مش طايقة نفسي، حاسة إني فاشلة زي ما أبويا قال، وإن كل تعبي كان بلا قيمة. بقيت قاعدة لوحدي، ما عنديش صحاب، ما عنديش حاجة تخليني متحمسة للحياة، وكأن العالم كله قرر يثبت لي إني مجرد شخص سائد على الحياة. كنت فاكرة إني خلاص وصلت للقاع، وإن مفيش حد هيتقبلني. اكتشفت إن اللي كنت فيه في ثانوية عامة كان مجرد تسخين بس. من أول يوم وأنا بتسأل هو احنا بندرس ايه بالظبط، إحساس غريب، كأن كلية زراعة دي قررت تاخد مواد كل الكليات وتحطها عندنا، احنا ونسيت كارثة حرفيا. كنت متوقع إني هدرس عن النباتات والتربة والمحاصيل بس، لكن اللي لقيته كانت حاجة تانية خالص، مواد ملهاش أي علاقة ببعضها. مثلا الرياضة،
بندرس رياضة بحتة، مش مادة سهلة كده والسلام، لأ. احنا بندرس الرياضة اللي بتوع هندسة بياخدوها، مشتقات وتكامل ومعادلات تفاضلية. طيب احنا ايه علاقتنا بالرياضة؟ الله أعلم. وراثة، بندرس الوراثة بكل تفاصيلها، مش مبادئ وخلاص، لأ. نفس اللي بتوع طب بيدرسوه، ال DNA وال RNA والتغيرات الجينية والأمراض الوراثية. كنت بحس إني في كلية الطب. لأ، ده غير الزولوجي، بندرس جيولوجي كأننا طلبة علوم، تشريح الحيوانات، وظائف أعضائها، ودودة والديدان، مش دودة واحدة، ودورة حياتها. بقيت عارفة تكوين الديدان أكتر من تكوين نفسي. ندرس اقتصاد وإحصاء، حاجة كده تحسسك إنه في كلية تجارة، نظريات اقتصادية، تحليل سوق، أرقام ونسب، ومن غير أي منطق مقنع. لازم نحفظها كلها. كيمياء في أشكالها، مش مادة واحدة، لأ، 4 مواد: كيمياء فيزيائية، قوانين ومعادلات ومفاهيم معقدة. كيمياء تحليلية، كل أنواع التحليل والتجارب اللي بتوع الصيدلة بياخدوها. كيمياء عضوية، تفاعلات وتراكيب معقدة وحاجة تخليك تشك إن العقل ممكن يستوعب كل ده. كيمياء حيوية، إن هي شبه مادة بايو كيمستري عند طلبة طب وصيدلة، بس عندنا أصعب، لأنها بتتكلم عن حاجة مش في جسمنا، مش البايو كيمستري بتاعتنا احنا، لا، الكيمستري بتاعت الحيوان والنبات وكمان الإنسان. إنتاج حيواني ودواكن. ليه؟ ما احنا مش طلبة طب بيطري، ليه ندرس إنتاج حيواني؟ ليه نتكلم على البقر والخموس والدواكن والتغذية الحيوانية؟ مش المفروض دي تخصصات منفصلة؟ لا، في زراعة كله فوق دماغك. ندرس أمراض نباتية وفارما ومورفولوجي، مش بس ندرس النباتات، احنا ندرس أمراضها كأننا دكاترة، وكمان ناخد فارما وكأننا في صيدلة أو طب. طيب، الدكتور يعرف يكشف على العيان لأنه هو إنسان، فبيعرف يكشف على الإنسان اللي زيه. احنا ازاي بقى هنكشف على نبات نعرف الأعراض بتاعته؟ لازم نشوف الحاجة دي المرض ده، وحاجة صعبة خالص غير التسويق، وكأننا طلبة بيزنس وإدارة أعمال. وندرس ازاي نبيع المنتجات الزراعية، وازاي نحلل السوق، وازاي نعمل دراسات جدوى. ولسه في مواد كتير ملهاش أي علاقة ببعضها، وكل مادة فيهم لوحدها كانت كفاية تضيعني. كان عندنا محاضرات من 8 الصبح لحد 6، المساجد 7 و8 كمان المغرب، ومعامل وأبحاث وتقارير لازم تتسلم في وقت معين، وكأننا روبوتات مش بني آدمين. الحاجة الوحيدة اللي كنت بفكر فيها كل يوم، أنا بعمل إيه هنا؟ الكلية دي مش بتاعتي، أنا مبحبتهاش، أنا كنت عايزة كلية تانية، كلية طب. حتى على الأقل هدرس حاجة واحدة عن الإنسان وبس، مش هدرس نبات وإنسان وحيوان ومواد ملهاش علاقة ببعضها، طب وهندسة واقتصاد، وكل المواد دي استقبلت حطم بسبب المجموع اللي جبته. كل يوم كنت برجع البيت وأنا مهدودة، دماغي مش قادرة تستوعب الكم من المواد اللي شكلها ملهاش علاقة ببعض. لكن كنت مضطرة أكمل، مش عشاني، لأني كنت فقدت الشغف من زمان، بس عشان أثبت لنفسي إني مش هنهار حتى لو الظروف كلها ضدي، وعشان أمي. لكن السؤال اللي كان بيطردني دايما، هو ده مستقبلي؟ هو ده اللي هفضل أعمله طول حياتي؟ لو كنت فاكر إنها سهلة يبقى لازم تراجع حساباتك، لأن دراسة كلية زراعة معناها إنك لازم تكون حافظ قاموس لاتيني بحلو. كل حاجة عندنا ليها اسمين، اسم علمي واسم علمي. الاسم العلمي بيبقى باللاتيني، وده مش مجرد اسم ولا كلمتين وخلاص، لأ، ده اسم طويل وصعب يتنطق، وتحس إنه طلسم مش كلمة. يعني مثلا بدل ما تقول طماطم يبقى لازم نقولها باسمها العلمي: سولانينم ديكوبرسيكم اسكولانتا. وده اسم صعب يتحفظ، وأنا لأول مرة أشوف لاتيني. عارفة إن كلية الطب كان هيبقى فيها لاتيني، بس هبقى اسمي درست عشان في الآخر أبقى دكتورة، مش أدرس وفي الآخر أقعد في البيت. وبدل ما نقول رز كنا بنقول أورزا ساتيفا، وده مش اختيار، ده لازم نحفظه كده بالحروف، وإن المادة طارت. ده غير المواد الصعبة اللي كلها لاتيني وإنجليزي، زي الفسيولوجي، مادة كلها إنجليزي، وبندرس فيها وظائف الأعضاء النباتات والحيوانات، وكأننا في كلية طب. تخيل نفسك بتحفظ هرمونات وتأثيراتها على النباتات، زي ما طلاب الطب بيحفظوا تأثيراتها على الإنسان. ندرس أراضي، دي بقى نسخة من الجيولوجيا. مراقبة، ندرس تركيبة التربة وأنواعها، وتحليل الصخور وتأثير المعادن على النباتات، ومكونات التربة الكيميائية. وكأننا دارسين جيولوجيا بس متخصصة في الزراعة.
وناس ميكنة، حاجة كده تخليك تحس إن الهندسة ميكانيكية. لازم نفهم كل حاجة عن الآلات الزراعية والتركيب الميكانيكي وازاي بتشتغل وازاي نصلحها لو باظت. قرارات محاريس آلات ري كل لازم يتفهم كويس. بدرس مايكروبيولوجي. دراسة الميكروبيولوجي دي صعبة جدا، ميكروبات وكأننا طلبة صيدلة، ونحفظ أنواع البكتيريا والفطريات والفيروسات وتأثيراتها على كل واحد من النباتات والتربة والإنسان كمان. ندرس باثولوجي وكأننا في كلية طب بيطري أو طب بشري، وبندرس الأمراض اللي بتصيب الناس والنبات والتشخيص وأعراضها والعلاج وحتى طرق الوقاية. ندرس حاسب آلي، بنذاكر برمجة وقواعد البيانات وشغل الكمبيوتر كأننا طلبة حاسبات ومعلومات. ولازم نكون محترفين في برامج زي الإكسل والاس بي اس اس عشان نحلل البيانات الزراعية. المشاريع والتقارير الكلية بقى مش مواد صعبة بس، لا دي كمان لازم نعمل مشاريع وأبحاث وتسليم تقارير كل أسبوع. والأبحاث طبعا لازم تكون بالإنجليزي أو بالعربي أحيانا عشان العلم لغة واحدة، رغم إننا بندرس في مصر وبندرس تقسيم نبات. تخيل إنك تذاكر مادة ما فيهاش ولا كلمة عربي، كله إنجليزي ولاتيني. لازم نحفظ تصنيف كل نبتة من العائلة والفصيلة والجنس والنوع، وحرفيا لو غلطت في حرف من الاسم العلمي الإجابة تعتبر غلط. ندرس محاصيل وخضر وفاكهة، غير إن ندرس كل حاجة على زراعتهم. نحفظ كمان أسماء من علمية، يعني مثلا بنقول مثلا بطيخ بنقول ستراسولس لاتس. ممكن أكون نطقتها غلط، تزعل الكسر، آسفة بس ما فتش الحاجات دي. وبدل فراولة بنقول فلاجيلس أو أناناسيس. وكأننا في كلية طب طلعت في كلية زراعة بتساوي كل كليات في كل مكان في حتة واحدة. بصراحة أنا تعبتلك. احنا مش بنفكر ده في طب. لما فكرت في كل ده حسيت اني مدخلتش كلية زراعة، دي كانت تجميع لكل الكليات في كل حتة واحدة. هندسة، طب، صيدلة، علوم، تجارة، حاسبات، كلها موجودة عندنا. كل يوم كنت بقف قدام الكتاب واقول ازاي انا في كلية زراعة احنا بندرس كل حاجة ما عدا الزراعة نفسها. لكن للأسف ما كانش عندي اختيار، لازم أكمل. بعد كل التعب ده، بعد ما اتخرجت من الكلية اللي حسيت إنها نسخة من كل الكليات في العالم، كنت فاكرة إن سوق العمل مفتوح لينا على البحري. لكن الصدمة كانت إن الشغل مش أي حد يلاقي. المجال محتاج خبرة، مش أي خبرة، لازم تكون خبير محترف عندك مهارات عملية وعلمية وفاهم كل حاجة عن اللي درسته، مش مجرد شهادات وخلاص. معظم الشركات الكبيرة بتدور على ناس عندهم خبرة سنين، وده حاجة مستحيل الواحدة لسه متخرجة. الصراحة أنا المفاجأة، رغم إن الشغل صعب، صعب تلاقي جدا، بس لو عرفت تثبت نفسك وتدخل في المجال الصح المرتب بيبقى عالي جدا، بل وأعلى من أي كلية تانية حتى الطب والهندسة. يعني مثلا كان عندنا دكتور بيحكي عن واحد خريج زراعة شغال في شركة معروفة جدا، مرتبه 15,000، مش 15,000 جنيه، لأ 15,000 دولار في الشهر. تخيل، أكتر من مرتب دكتور في أمريكا. لكن عشان توصل لده لازم تكون فاهم كل حاجة في مجالك وعندك خبرة، وممكن كمان تحتاج تسافر بره عشان تلاقي الفرصة الصح. أما لو ما كنتش عندك الخبرة تفضل تاخد مرتبات قليلة كده، ممكن تضطر تشتغل في المجال ملوش لازمة وملوش علاقة بالزراعة أصلا. وده اللي بيخلي ناس كتير تسيب المجال وتروح تدور على أي شغل تاني. كان لازم أبدأ أفكر، هل أكمل وأحاول أطور من نفسي في المجال، ولا أدور على حاجة تانية وأسلك طريق جديد بعيد عن الكلية اللي نزلت فيها. وهنا بدأت رحلتي الجديدة، رحلة تحقيق الذات وإثبات إني مش أقل من أي حد حتى لو الظروف كلها كانت ضدي. بعد ما أدركت إن المجال محتاج خبرة وشغل كتير جدا، قررت إني ما استسلمش. بدأت أدور على أي فرصة تدريب، أي كورس ممكن يساعدني، أي طريقة أقدر أثبت فيها نفسي. لكن المشكلة ما كانش في حد بيساعد. كل الشركات عايزة ناس عندها خبرة. طيب أنا لسه متخرجة، أجيب خبرة منين؟ حاولت أقدم على شركات كتير، منهم اللي رد عليا بمرتبات ضعيفة ومنهم اللي مردش أصلا. بقت أدرس أكتر كورسات في الزراعة الحديثة وبرامج الكمبيوتر الخاصة بالمجال، دراسات على التصدير والاستيراد، حتى دخلت في التسويق الزراعي. كنت بحاول أمسك أي خيط يقربني من النجاح. وأخيرا كان شغل في شركة صغيرة، لكن الصدمة إن المرتب كان ضعيف جدا، حاجة مستعدش بيها. بس قلت مش مهم، المهم أبدأ شغل.
كان متعب والضغط كان كبير، لكني كنت بحاول أتعلم كل حاجة ممكنة. في يوم قابلت مدير الشركة وسألته هو ليه المرتبات ضعيفة كده مع إن المجال مربح جدا. رد عليا بكل بساطة: لأنك لسه جديدة، ولو عايزة مرتب عالي لازم تثبتي نفسك وتكوني مطلوبة في السوق، مش مجرد خريجة زراعة. الكلام ده كان صدمة، بس كان الحقيقة. بقيت أتعلم أكتر وقررت ما أعتمدش على الشركات وبس، بقيت أفكر في مشروع خاص، حاجة أقدر أكون فيها حرة وأحقق حلمي بجد. درست السوق وبدأت أفهم أكتر عن التصدير، وجالي هدف جديد. يعني ما كنتش صاحبة مشروع خاص بدل ما أفضل أدور على شغل. بعد بحث طويل لقيت إن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلب كبير في التصدير، وخاصة بعض المحاصيل زي الفراولة والرمان والعنب. قررت إني أبدأ في مجال التصدير الزراعي، وبدأت أخد خطوات جديدة. درست قوانين التصدير، عرفت متطلبات السوق الخارجية، وبدأت أتعلم الناس عندهم خبرة. حضرت مؤتمرات ومعارض زراعية، وكانت البداية الحقيقية لما قدرت أشارك في شركة صغيرة في تصدير أول شحنة ليا. وكانت اللحظة دي نقطة تحول في حياتي. بعد سنين من التعب بقى عندي خبرة ومعرفة، بدأت الناس تثق فيا لحد ما قدرت أفتح مشروعي الخاص في التصدير الزراعي. ما كنتش مصدقة إني وصلت للحظة دي، بعد ما كنت فاكرة إن كلية ضيعت مستقبلي. الحياة مش بتقف عند كلية أو وظيفة. النجاح مش بالمجموع، النجاح بالاجتهاد والتطوير. مش مهم أبوك شايفك فاشلة ولا شايفك انت فاشل، ولا أمك شايفك فاشل، أو أي حاجة. المهم انت شايف نفسك ايه. بعد كل اللي عديت بيه، وقفت قدام نفسي وسألت: يا ترى لو كنت استسلمت من الأول كنت وصلت اللي أنا فيه دلوقتي؟ الإجابة أكيد لأ. أنا الحمد لله قررت أفتح شركات وفروع كتير، وبقيت أصدر وبقيت معروفة في كل حتة. حكايتي كانت مليانة صعوبات، بس قدرت أطلع منها أقوى وأحقق حلمي بطريقتي. ولسه المشوار مكمل، يمكن تكون نهايتي بالنسبة لكم هنا، لكنها بالنسبة لي مجرد البداية. أنا بشكرك جدا، يعني أنت قصتك ما شاء الله تكمل. القصة التالتة ودي آخر قصة عندنا، وبعدها في مفاجأة. بتقول: أولا محتاجة أقول لكم إن عارف إن اللي هيسمع قصتي هيقول إنها رواية خيالية، بس فعلا قصتي حقيقية. أنا آدم، 18 سنة، طالب في الثانوية العامة، أو بمعنى أدق محارب في ساحة المعركة اسمها الامتحانات والمجموع والتنسيق. طول عمري كنت طفل عادي، مش عبقري ومش فاشل، بس كنت بحاول أكون من الأوائل من وأنا صغير. وأهلي دايما بيقولوا لي مهندس آدم أو دكتور آدم. بص ابن خالتك فلان جايب 99%، بص ابن الجيران دخل طب. كان نفسي أدخل هندسة، كان نفسي أحقق حلمي وأجرب أهلي، لكن ما كنتش متخيل إن الطريق هيكون صعب. اليوم الأول في المدرسة كان مرعب. كان المدرسين بيتكلموا عن الثانوية العامة وكأنها امتحان حياة أو موت. أول ما دخلت الفصل لقيت زمايلي قاعدين بيتكلموا عن الدروس والامتحانات، عن المدرسين اللي هيختفوا في نص السنة، وعن اللي بيذاكر 12 ساعة في اليوم، واللي حافظ المنهج من دلوقتي. أنا كنت قاعد مستغرب، احنا لسه في أول يوم، ليه الرعب ده كله؟ لكن الحقيقة اللي ما كنتش مستوعبها وقتها إن الرعب ده هيبقى جزء من حياتي اليومية. أهلي حولوا كل الدروس، عربي وإنجليزي ورياضة وفيزياء وكيمياء وأحياء. كأني مش إنسان، كأني روبوت مطلوب مني يذاكر ويفهم كل حاجة في أقل من سنة. رحت أول درس فيزياء، المدرس بدأ يشرح بسرعة رهيبة، وأنا قاعد بحاول أفهم، بس حسيت إني تايه. في نص الدرس سألته سؤال، رد عليا وقال: أنت ما ذاكرتش الدرس ده في الصيف ولا إيه؟ يا نهار أبيض، هو المفروض نذاكر الدروس قبل ما ناخدها؟ إمتى وإزاي؟ لقيت زمايلي بيحضروا أصلا الدروس قبل ما ياخد الدرس، والمفروض إن المدرس بيجي يشرح بسرعة كمراجعة عليهم. خرجت من الدرس أول مرة حاسس إني مش قادر ومش هقدر أكمل السنة دي. مع مرور الأيام بدأت أفهم إن تالتة ثانوي مش مجرد دراسة، دي حرب نفسية. كل الناس بتقارن بعضها، أنا ذاكرت 10 ساعات وإنت. أنا حليت 5 امتحانات النهاردة. أنا سبت الفون والمفتاح خالص. وأكتر مقارنة كنت بكرهها هي مقارنة أهلي بيا وبأصحابهم وأقاربنا. بص ابن خالتك فلان ما بيخرجش من الأوضة، انت ليه مش زيه؟ بص بنت الجيران جابت 100%، انت لازم تكون زيها.
كان نفسي أصرخ وأقول أنا آدم مش حد تاني. مرت أول شهور وبدأت الامتحانات الشهرية. كنت بذاكر بقدر الإمكان، لكن لما دخلت الامتحانات حسيت إني نسيت كل حاجة. لما ظهرت النتيجة انصدمت. الدرجات كانت قليلة مقارنة بزمايلي اللي كانوا جايبين درجات نهائية، وفي اللي مقفل، وفي اللي كانت درجات عالية. واللي كنت فاكر إنه متفوق عليهم بقوا أحسن مني بكتير. رجعت البيت وأهلي كانوا مستنيين النتيجة بفارغ الصبر، لكن لما شافوها الدنيا اتقلبت. أبويا بصلي بنظرة عمري ما انساها: انت كنت هتضيع مستقبلك لو كملت بالطريقة دي، مش هتدخل هندسة. كنت عايزة أقوله أنا فعلا بحاول، بس الضغط كاتم على نفسي. بس ساعتها حسيت إن لازم أعمل حاجة، بس ما كنتش عارف إن اللي هيحصل بعدها هيكون أسوأ قرار في حياتي. في وسط الضغط ده ظهرت صحوبية جديدة مع الشخص الغلط. كان معايا في الفصل، اسمه ياسر. كان مختلف عن باقي الطلبة، مش مهتم بالمذاكرة، بيضحك دايما، مش قلقان من النتيجة. كان بيقول كلام غريب: دي كل الناس عايشة في الرعب ده، احنا ننجح وخلاص، ليه نضغط نفسنا؟ في الأول كنت فاكره مجرد طالب مستهتر، لكن مع الوقت بدأت أخرج معاه وأقلل من وقت المذاكرة، ودي كانت أكبر غلطة عملتها في حياتي. بدأت أهمل دروسي، أغيب عن الدروس بخصوصية بحجة إني مش قادرة أتحمل الضغط، وأخرج معاه في كافيهات بدل ما أقعد في البيت وأذاكر. كنت بقول لنفسي ما الدنيا لسه مش هتقف، أنا هعوض بعدين. بس الحقيقة إن الوقت كان بيضيع وأنا كنتش حاسس بوقت. قبل الامتحان بشهرين قررت أبدأ أذاكر بجد. فتحت الكتب، بدأت أحل الامتحانات، بس فجأة اكتشفت في كارثة: أنا مش فاكر حاجة تقريبا. حاولت أضغط نفسي وألحق اللي فاتني، بس كل ما أذاكر كل بقى أحس إن مستقبلي راح مني أكتر بسبب إهمالي. وقتها عرفت إني كنت بهرب، عرفت إن ست الضغوط تاخدني في طريق غلط، وعرفت إن الثانوية العامة مش لعبة. بعد ما اكتشفت الكارثة إن مفيش حاجة بس مثبتة في دماغي مثبتة إن أنا هنجح، حسيت بربع رهيب ورعب حقيقي لأول مرة في حياتي. كنت متأكد إن كل حاجة اتدمرت، وأنا اللي عملته بشهور كله هيضيع على الفاضي. الوقت كان بيمر بسرعة مرعبة ومخيفة. كل ما أقلب الكتب أحس إن المنهج كبير مستحيل أخلصه، والامتحانات كانت بتقرب وأنا حاسة إن محشور في زاوية ضيقة. قررت أبدأ المذاكرة بجد. قعدت على المكتب، فتحت كتاب الفيزياء، بدأت أقرأ، لكن ولا كلمة كانت بتدخل دماغي. كل شوية بقت تاخدني لأفكار سوداوية: أنا مستقبلي ضاع، مش هجيب مجموع، أهلي مش هيبصوا في وشي وأنا سقطت. مسكت الموبايل، فتحت يوتيوب أدور على فيديوهات تشرح الدروس، لكن بركز لقيت نفسي بتفرج على فيديوهات ملهاش علاقة بالمذاكرة. الوقت بيعدي وأنا سرحان. لما بصيت للساعة لقيت إن الليلة خلصت وأنا مذاكرتش حاجة. وقتها انفجرت بالبكاء. قعدت لوحدي في الأوضة، مش قادر أصدق إني وصلت للحالة دي. حسيت إن خلاص مفيش أمل، وإن كل حاجة انتهت. كنت واخد عنده درس، سألته لو في طريقة ألحق نفسي. أما رحت للمدرس ده سألته، لكن هو بصلي وقال بكل بساطة: انت اتأخرت قوي، بس لو عندك إرادة ممكن تحاول. إرادة كانت آخر حاجة حاسس بيها وقتها، بس مفيش حل كان إني أحاول. بدأت خطتي، قسمت وقتي بالشكل ده: أصحى الفجر، أذاكر ساعتين قبل المدرسة، في المدرسة أركز مع المدرسين بدل ما أقعد سرحان، بعد المدرسة أذاكر 5 ساعات متواصلة، قبل النوم أحل امتحانات وأشوف أخطائي. كنت متأكد إن الوقت قليل، بس قلت لنفسي المهم إنك تحاول بدل ما تقعد تحزن تستسلم. يومها ياسر كلمني وقال لي: ايه يا عم، اختفيت فين؟ تعال نقعد في الكافيه شوية ونفصل من الضغط ده. كان نفسي اقول له انا اصلا مش فاضي لك، انا في مصيبة بسببك، بس فضلت ساكت. لكن المفاجأة اتشجعت وقلت له بصوت حاسم: انا مش فاضي للكلام ده، انا بجد ضيعت وقت كتير، محتاجة اركز على مستقبلي. صدم مصرية باستغراب: ايه يا عم الكلام ده، احنا مش لازم نتجنن يعني علشان نعدي السنة دي. ردت عليه بكل وضوح: لا، اللي كنا بنعمله كان غباء، ومش هتخليني اضيع اكتر من كده. انا فهمت ليه هو كان مش بيذاكر، وكان طول النهار عايز يخرج وياكل ويتفسح ويروح كافيهات، عشان هو باباه كان مدرس
والمدرس ده كان بيعرف يجيب كل الامتحانات، فهو كان معتمد إن هو هيجيب الامتحانات، وفعلا ده اللي حصل. قفل الخط ومن يومها ما كلمنيش تاني. حسيت براحة لأن أخيرا اتخلصت من أكبر عائق في حياتي. مرت الأيام، أنا بذاكر ليل نهار، مفيش حاجة في دماغي غير هدف واحد: أحاول أوصل لأحسن نتيجة ممكنة. قبل الامتحانات بأسبوع كنت في أوضتي بقلب في الكتب، وفجأة سمعت الباب بيتفتح. كان أبويا واقف، قال لي: خد هادي، أنا شايف إنك بتذاكر بس متأخر أوي يا آدم، أنت ضيعت وقت كتير. كنت مستني يسمعني أو يسمعني أي كلمة حلوة، لكنه في الحقيقة برضه ما سمعنيش كلام مهبط. لكن لما شاف نظرة التحدي في عيني كمل كلام: بس لو فعلا عندك إرادة ممكن تفاجئنا كلنا. الكلام ده كان زي الشرارة اللي ولعت جوه قلبي. أنا مش بس بحاول أنجح، أنا عايز أثبت لنفسي وأهلي إني أقدر. يوم الامتحان الفيزياء كنت متوتر جدا، قلبي بيدق بسرعة، كنت حاسس إن كل حاجة هربت من دماغي. لكن لما مسكت الورقة خدت نفس عميق، افتكرت إن كل اللي ذاكرته بدأت أجاوب واحدة واحدة، ومع كل إجابة صح ثقتي في نفسي كانت بترجع. خلصت الامتحان وأنا حاسس إني عملت اللي عليا، بس السؤال الأهم: هل ده كفاية؟ بعد ما خلصت امتحان الفيزياء خرجت من اللجنة وأنا حاسس بمزيج غريب من الراحة والتوتر. كنت عارف إن الامتحان مش سهل، لكن بنفس الوقت كنت عامل اللي عليا. اللحظة دي كانت فاصلة، يا إما تعبي هيجيب نتيجة، يا إما كل اللي عملته كان مجرد مجهود ضاع على الفاضي. رجعت البيت ومن يومها وأنا مش قادرة أنام كويس. كل يوم كان شكله متشابه: أصحى الصبح أحاول ألاقي نفسي كل حاجة، أذاكر وأصلي وأبدأ مذاكرة، أروح الامتحان، أرجع تاني. خلصت الامتحانات بقيت ألاقي نفسي بأي حاجة، أفتح فيسبوك ألاقي ناس بتتكلم عن الامتحانات وتحل أسئلة، أسمع ناس بتقول الامتحان كان سهل وناس بتقول كان صعب، وأنا تاهي منهم. أفكر في النتيجة وأتخيل السيناريوهات السيئة. كنت كل يوم بقعد مع نفسي وأسألها: هو أنا فعلا قدرت ألحق نفسي ولا مجرد وهم؟ وأخيرا اليوم المنتظر جه. صحيت الصبح على صوت ماما وهي بتنده عليا: آدم النتيجة ظهرت. قلبي وقع في رجليا، حسيت بدوخة ووشي سخن، مش عارف أعمل إيه. مسكت الموبايل ودخلت الموقع، لقيت أكتب رقم الفلوس، ضغطت على عرض النتيجة والشاشة، ووقفت لحظات وبعدها ظهر الرقم اللي هيحدد مستقبلي: 65%. وقتها حسيت إني مش مصدق. 65 ده مش الموضوع اللي بحلم بيه، لكن في نفس الوقت مش بالسوء اللي كنت متوقع. دخلت على بابا وماما وشهم متوتر مستنيين يشوفوا النتيجة في عيني. قبل ما اتكلم، لما قلت لهم الرقم هما حضرتني وقالت لي: الحمد لله يا حبيبي، المهم انك عملت اللي تقدر عليه. لكن ابويا ما كانش بنفس رد الفعل، بصلي ببرود وقال: مش هو ده اللي كنت مستنيه، بس على الاقل احسن من الفشل التام. الكلام كان بارد لكن كان واقعي. انا عارف ان ابويا كان متوقع مني حاجه احسن، وانا نفسي كنت مستني نتيجه اكبر. لكن هل ده معناه ان حياتي انتهت؟ لا طبعا. خلصت الفرحه الصغيره بالنتيجه وبدات مرحله جديده: التنسيق. دخلت على الموقع وبدأت أشوف كليات المتاحة ليا بمجموعي. كان نفسي في هندسة بس مستحيل أدخلها ولا ولا. كان قدامي حاجات زي حقوق، تجارة، آداب، حاسبات ومعلومات خاصة. أهلي كانوا شايفين إن التجارة أحسن حل، بس أنا ما كنتش مقتنع. حسيت إن الثانوية العامة كانت مجرد سباق، ومهما عملت النتيجة كانت محسومة من البداية. لكن السؤال اللي دوخني: هو أنا فعلا بحب حاجة معينة؟ في يوم وانا قاعد في البيت سرحان، ماما قالت لي ان في ضيوف كلمنا خالي احمد اللي كنت دايما بسمع انه ناجح في شغله جدا. دخل عليا وهو مبتسم وقعد جنبي وسألني: هي يا بطل، عملت ايه في النتيجة؟ حكيت له كل اللحظة وانا تاهي بين الكلية. ساعتها قال لي حاجة غيرت تفكيري تماما: بصي يا ادم، مش مهم انت دخلت كلية ايه، المهم انت هتعمل ايه بيها. انا كنت في تجارة وكل الناس قالوا لي اني مش هبقى حاجة، لكن دلوقتي انا عندي شركتي الخاصة وبكسب شهري أحسن من دكاترة مهندسين كتير. الفكرة
إنك تكون شاطر في أي مجال تدخله. الكلام لمسني جدا. فعلا المشكلة مش في الكلية، المشكلة في الشخص نفسه. لو اجتهدت هبقى ناجح في أي مجال، لو استسلمت هفشل حتى لو دخلت هندسة أو طب. بعد تفكير طويل قررت أدخل تجارة إنجليزي. حسيت إن المجال ده ممكن يكون مناسب ليا، خصوصا لو اجتهدت واشتغلت على نفسي. بدأت أبحث عن كورسات تنفعني في المستقبل. قررت أتعلم مهارات جديدة زي التسويق والإدارة المالية. بدأت من أفضل معتمد بدل ما أفضل معتمد على الكلية بس. ما كنتش عارف وقتها إن القرار ده هيغير حياتي بالكامل. كنت متخيل إن الثانوية العامة هي نهاية العالم، لكنها في الحقيقة كانت مجرد خطوة أولى في طريق طويل جدا. الدرس الحقيقي اللي اتعلمته من الجزء ده من قصتي هو الفشل مش إنك توصل لهدفك، الفشل الحقيقي إنك تستسلم. دخلت جامعة معينة، كلية تجارة إنجليزي، وأنا حاسس إن الحياة بدأت من جديد. مفيش كتب ضخمة زي الثانوية العامة، مفيش حد بيصحيني الفجر غصب عني عشان أذاكر، مفيش امتحانات شبه مستحيلة. لكن أول أسبوع اكتشفت إن الحياة الجامعية مش سهلة زي ما كنت فاكر. المحاضرات كانت بالإنجليزي كلها، والمصطلحات المالية كانت صعبة. كنت قاعد في أول محاضرة حاسب مالي مش فاهم ولا كلمة. وكنت مستغرب ازاي الطلبة اللي جنبي بيكتبوا نوتس كأنهم فاهمين كل حاجة. وقتها حسيت ان الفرق بين الثانويه والجامعه كبير جدا، وان النجاح مش مجرد مذاكره كتاب معين. النجاح بقى محتاج مهارات، فهم، وثقه بالنفس. في الجامعه مفيش حاجه اسمها فصل دراسي ثابت، كل محاضره كنا مع ناس مختلفه، وده خلاني اقابل شخصيات متنوعه جدا. ناس جايين عشان يتعلموا بجد، وناس عايزين ينجحوا باي شكل. ناس داخلين الجامعه لمجرد ان اهلهم فرضوها عليهم. شباب هدفهم العلاقات والفوز أكتر من الدراسة. كنت تايه بينهم مش عارف أنا أنتمي لأنهي فيها. لكن الأكيد إني كنت لازم ألاقي مكاني في الجامعة، وإلا هفضل ضايع طول حياتي. بعد شهرين دخلت أول امتحان مترم، وكنت متوتر جدا لأني مكنتش لسه متعود على طريقة الأسئلة. النتيجة طلعت طلعت من اللجنة وأنا حاسس إني مش هنجح. الموضوع كان مختلف عن أي امتحان في حياتي. الأسئلة كلها تحليلية ومحتاج تتفهم مش تتحفظ. وهنا أدركت الحقيقة المرة، أنا مش جاهز للجامعة بالشكل الكافي. لكن هل هستسلم؟ أبدا. قررت أغير استراتيجيتي في المذاكرة، وبدأت أتعلم بالطريقة الصح. اتفرجت على كورسات أونلاين في المحاسبة والإدارة المالية. بدأت أذاكر من الفيديوهات بدل الكتب الجامدة. كونت جروب مع زمايلي الشاطرين عشان نفهم بعض. وبعد فترة قصيرة بقيت فاهم أغلب المواد. بدأت أتعود على الحياة الجامعية. في يوم كنت في الكافيتيريا، وقابلت دكتور في الكلية اسمه دكتور سامي، متخصص في ريادة الأعمال. قعد معانا شوية واتكلم عن إن التعليم في الجامعة مش كفاية، وإن الشغل اللي بعد التخرج محتاج مهارات علمية وعملية، مش مجرد شهادة. وقتها سألته، طب إيه الحل؟ إحنا كل اللي نعرفه هو إننا نحفظ وننجح. ابتسم وقال لي كلمة ما انساهاش. لو فضلت تفكر بالطريقة دي هتلاقي نفسك بعد 4 سنين واقف في الشارع بتدور على شغل، ومحدش راضي يشغلك. الكلام هيصدمنا، بس كان واقعي جدا. الجامعة مجرد بوابة، لكن اللي بيفرق بين الشخص ناجح وشخص فاشل هو اللي بيعمله خارج المحاضرات. قررت أبدأ أشتغل جنب الدراسة عشان أتعلم حاجات عملية أجهز نفسي لسوق العمل. أول شغلانة ليا كانت محاسب تحت التدريب في شركة صغيرة. الراتب كان ضعيف جدا، بس كنت سعيد لإني أخيرا ببدأ أفهم الشغل الحقيقي. كنت بروح الجامعة الصبح، وبعدها بروح الشغل، وبرجع البيت بالليل أذاكر. الحياة بقت متعبة، لكن كان عندي إحساس قوي إن على الطريق الصح. وبعد سنة ونص وسنة ونص في الجامعة كان عندي خبرة كويسة في المحاسبة، وبدأت أفكر أطور نفسي أكتر. قررت أخد كورسات في التسويق الرقمي والإدارة المالية، لأني حسيت إن ديت المجالات اللي عليها طلب كبير في الشغل. والفعل بدأت أتعلم أكتر وأطبق كل اللي درسته على شغلي الحقيقي. والنتيجة حصلت على فرصة تدريب في شركة مالية كبيرة، وكانت دي الخطوة اللي غيرت مستقبلي بالكامل. لما بدأت التدريب في الشركة المالية الكبيرة حسيت إن دي فرصتي الذهبية. كنت متحمس جدا، كنت متخيل إني هشتغل محاسب على طول وأبدأ أجمع خبرة قوية. لكن الواقع كان مختلف تماما. في أول يوم دخلت الشركة وأنا متوتر، كان في مدير اسمه أستاذ طارق، وهو اللي مسؤول عن المتدربين. وقف قدامنا وقال الشغل هنا مش سهل، وأنا مش قادر أتواكب مع ضغط الباب قدامك.
هو قال له لو انت مش قادر تتواكب مع الضغط الباب قدامك. فالكلام كان حاد، لكن خلاني احس باهميه المكان. الشركه كانت كبيره والتعامل فيها كان احترافي جدا، ولازم اثبت نفسي بسرعه. اول اسبوع محاولتش اي حاجه غير اني كنت بطبع ورق واشوف الاجتماعات من بعيد واحاول افهم طريقه الشغل. كنت متضايق جدا لاني كنت فاكر انهم هيخلوني اشتغل على التقارير الماليه واتعلم حاجات جديده. لكن بعد اسبوع حصلت حاجه غيرت كل حاجه. في يوم المدير طارق جابني المكتب وقال لي انت شايف نفسك محاسب شاطر؟ رديت بثقه حاول اتعلم واتطور يا فندم. ابتسم وقال طيب عندي 3 موظفين، هديهم 3 ايام وانت من ضمنهم تعمل تقرير مالي دقيق عن اداء الشركه السنه اللي فاتت، ولو غلطت التدريب هينتهي بالنسبه ليك. التقرير اللي طلبه مني المدير كان معقد جدا، وكان لازم اطلع باحسن طريقه ممكنه ان أنا اطلع ارقام دقيقه بدون اي اخطاء. المشكله انا ما كانش عندي خبره كفايه في تحليل البيانات، ما كنتش فاهم في التفاصيل اللي كانوا بيتكلموا عنها. قررت ما استسلمش وبدات اذاكر واتعلم بسرعه. راجعت محاضراتي في المحاسبه الماليه واتفرجت على كورسات اونلاين في اعداد التقارير الماليه. سالت زمايلي المتدربين وطلبت نصائح من الموظفين القدام. بعد 3 ايام من الشغل متواصل جهزت التقرير وقدمته للمدير. كنت واقف قدام المدير وانا مرعوب وهو ماسك التقرير وبيقرا بصمت. بعد حوالي 10 دقايق رفع عينه وقال لي كويس بس في غلط كبير. قلبي وقع وبدأت أفكر إن كل تعبي راح على الفاضي. لكن المفاجأة إنه كمل وقال لي الغلط مش في الأرقام، الغلط في إنك ما وضحتش التوصيات والإجراءات اللي لازم الشركة تاخدها بناء على الأرقام دي. والمحاسب بس مجرد شخص بيكتب أرقام وخلاص، لا لازم يكون محلل وفاهم تأثير كل رقم وكل قرار مالي. الكلام فتح عليا الدنيا وفتح عيني على مفهوم جديد تماما، وخلاني أفهم إن النجاح مش الشغل بس بالحفظ لكن بالفهم العميق لكل تفصيلة. ده فترة التدريب المدير طارق قال لي جملة عمري ما هنساها: أنا كنت هتخلص منك من أول أسبوع لكنك أثبتت إنك تستحق الفرصة، استمر وهتوصل لحاجة كبيرة. وفعلا التدريب ده فتح لي أبواب جديدة، بدأت أتعلم حاجات أكتر وأبني علاقات في المجال. لكن الحياة ما كانتش دايما وردية، كان في تحديات تانية أصعب وضغوطات كبيرة جدا كنت هقابلها في رحلتي المهنية. بعد ما خلصت التدريب كنت متحمس جدا اني الاقي شغل في مجال المحاسبه. كنت متخيل ان بس مجرد ما اخلص الجامعه الشركات هتتنافس عليا والاقي وظيفه محترمه براتب عالي. لكن الواقع كان مختلف تماما. انا سالوني ليه ما اشتغلتش في الشركه اللي انت اتدربت فيها؟ اقول لكم عشان هم مش محتاجين موظفين، هم بس دربونا كتخطف منهم، وانا وافقت عشان اخد خبره وشهاده. قدمت على اكتر من 50 وظيفه وكل مره الرد واحد: نعتذر، نبحث عن شخص ذو خبره. الوظيفة مش متاحة ليه، سنعاود الاتصال معك لاحقا. ومحدش كلمني تاني. بدأت أحس بالإحباط، إزاي بعد كل التعب ده مش لاقي وظيفة؟ كنت حاسس إن كل المجهود اللي بذلته في الدراسة والتدريب راح على الفاضي. بعد شهور من البحث أخيرا لقيت وظيفة محاسب في شركة صغيرة وراتب كان قليل جدا، بس قلت لنفسي مش مهم، المهم أكسب خبرة. أول أسبوع كنت بحاول أتعلم بسرعة وأثبت نفسي، لكن المدير كان شخص عصبي جدا، وكان بيعامل الموظفين بطريقة سيئة. كان بيصرف في قرش أي حد ويضغط عليه ويغلس عليه، وكنت حاسس طول الوقت إني تحت ضغط رهيب. وفي يوم حصلت المصيبة، كنت مسؤول عن تحليل بيانات مالية في النظام، لكن بغلط كتبت رقم غلط، رقم واحد، وده أثر على تقرير مالي مهم. لكن المدير اكتشف الغلط واتجنن وطلع في وشي قدام كل الموظفين: انت فاشل، لو عملت غلطة تانية هتمشي من هنا فورا. صدمة عمري. لما اتعاملت بالطريقة دي قبل كده بدأت أفكر: هل فعلا أنا مناسب للشغلة دي؟ هل دراستي كلها كانت مضيعة للوقت؟ لكن بدل ما استسلم قررت أثبت نفسي وبدأت أركز أكتر وتعلمت إزاي أكون دقيق في كل رقم بكتبه. الفترة قدرت أصحح الغلط وأثبت كفاءتي، لكن المفاجأة إن الشركة كانت على وشك الإفلاس واضطرت تستغنى عني بعد 6 شهور. 6 شهور من التعب. رجعت تاني ضبط الصفر بدون أي وظيفة، بدون دخل، بدون مال وبدون أمل. بعد ما فقدت الشغل قعدت مع نفسي وفكرت أنا لازم ألاقي طريق تاني للنجاح، مش لازم الوظيفة تكون هي الوحيدة. بدأت أتعلم مهارات جديدة زي التحليل المالي المتقدم والبرمجة والتحليل البياني والاستثمار في البورصة. أنا أشتغل بشكل مستقل في نفسي يعني، وأكتب كل جنيه بيطلع ويدخل عشان أبقى فاهم إيه اللي بكسبه وإيه اللي بخسره. كسبت فلوس من شغل التحليل المالي والشركات الناشئة،
ومع الوقت بدأت أربح أكتر من أي وظيفة كنت بحلم بيها. اللي حصل لي علمني درس مهم جدا: الحياة مش بتمشي زي ما احنا مخططين، لكن دايما في فرصة تانية لو دورنا عليها بجد. بعد ما خسرت شغلي كنت حاسس إحباط رهيب، لكن في نفس الوقت كان جوايا إحساس مش لازم أستسلم. بدأت أبحث عن حلول خارج الصندوق، وأسأل نفسي ايه المهارات اللي عندي ممكن استخدمها عشان أكسب فلوس بدون ما أحتاج وظيفة تقليدية. أول حاجة فكرت فيها كانت الفريلانسنج. كنت سمعت عن ناس بيشتغلوا في البيت بيكسبوا فلوس كويسة. بدأت أبحث عن أكتر من مجال، لقيت في طلب كبير على المحاسبة والتحليل المالي وعلى القوائم المالية والتقارير والاستثمار وكده. قلت لنفسي ليه ما ابدأش هنا؟ ليه ليه ما اعملش كده؟ بدأت فعلا أتعلم أكتر عن المجال وأطور نفسي. دخلت على المواقع زي مواقع العمل الحرة، بس مش هقول عشان البيت ما تحذرش، وبدأت أقدم على مشاريع صغيرة. بس للأسف محدش كان بيقبلني لأني عندي تقييم صفر وخبرة أونلاين معدومة. لكن ما استسلمتش، قررت أشتغل بالمكان في البداية عشان أبني سمعة كويسة. وفضلت أخد أول عميل، وكان مشروع بسيط لتحليل بيانات شركة ناشئة. بعد 3 أيام من الشغل متواصل، العميل كان مبسوط جدا وقرر يديني $50 مكافأة. ما كنتش مصدق نفسي، دي أول مرة أكسب فلوس من شغل مش مرتبط بوظيفة تقليدية. وبدأ الأمل يرجع من جديد. بعد المشروع الأول بقيت أقدم على مشاريع أكتر، ومع كل عميل جديد كنت باخد تقييم إيجابي، وده زود فرصتي في قبول مشاريع أكبر. في خلال 3 شهور كنت بكسب حوالي $500 في الشهر، وده كان أكتر من المرتب اللي كنت واخده في شغل القديم. بعد 6 شهور كنت طورت مهاراتي أكتر، وبقيت أقدر أشتغل على مشاريع مع شركات كبيرة، وبدأت أحقق أرباح أعلى. في يوم جالي عرض من شركة أجنبية أكون مستشار مالي ليهم، وكان أول مرتب أكسبه $1000 في الشهر. كنت حاسس إن أخيرا لقيت طريقي، وإن الوظيفة مش الحل الوحيد للنجاح. النجاح حقيقي هو إنك تبني نفسك بنفسك. لما بدأت أكسب فلوس كويسة قررت أواجه أبويا وأحكي له إني مش ناوي أدور على وظيفة تقليدية تاني، وإن العمل الحر هو مستقبلي. في الأول كان رافض، اتقربت تماما، وكان شايف إن الشغل من البيت مش شغل حقيقي. لكن لما وريته إن أرباحي بتعلى اتفاجئ. قال لي أنا عمري ما كنت بتخيل إنك ممكن ترجع على الطريقة دي، بس واضح إنك فعلا قربت تثبت نفسك. وأخيرا لأول مرة في حياتي شفت في عيني نظرة فخر، نظرة فخر بيا. أنا اتعلمت حاجات مهمة جدا: الفشل مش نهاية الطريق يا جماعة، لكن بداية طريق جديد. الوظيفة مش هي الحل الوحيد، تقدر تبني مستقبلك نفسك. لما تؤمن بنفسك حتى اللي كان ضدك هيجوا يوم ويعترفوا بنجاحك. بعد ما وصلت $1000 في الشهر بدأت أفكر إزاي أطور نفسي أكتر وأزود دخلي بطريقة منظمة. كنت شغال بمجهودي الشخصي، لكن حسيت إني محتاج أستثمر وقتي بذكاء أكتر بدل ما أفضل أشتغل طول اليوم في خطة واضحة. أول خطوة عملتها كانت درس السوق أكتر، وفهم إيه الخدمات المطلوبة بشدة، واستثمار جزء من أرباحي في كورسات أونلاين عشان أطور مهاراتي وأتعلم إزاي أسوق نفسي بشكل احترافي عشان أقدر أحصل على عملاء أكبر. لقيت إن في الشركات في ناس بتشتغل مستشارين ماليين محترفين بيساعدوا الشركات في إدارة استثمارات وبياخدوا آلاف الدولارات. فقلت لنفسي ليه ما أكونش أنا الشخص ده. بعد ما طورت مهاراتي قعدت مع شركة أجنبية كانت محتاجة حد يساعدها في تحليل بياناتها المالية واتخاذ قرارات استثمارية ذكية. العقد كان $3000 شهريا لمدة 6 شهور. مكنتش مصدق نفسي، دخلت في المرحلة دي زمان. بعد ما بقيت بشتغل مع أكتر من شركة بدأت أحس إن وقتي محدود ومش هقدر أشتغل على كل حاجة لوحدي. قررت أعمل فريق يساعدني. الخطوات اللي عملتها: جبت 2 مساعدين يساعدوني في تحليل البيانات وتجهيز التقارير. بدأت أعلم ناس جديدة نفس المهارات اللي عندي عشان أقدر أمكن لهم جزء من الشغل. حولت عملي الفردي إلى وكالة صغيرة متخصصة في الاستثمارات المالية، وده خلاني أقدر أضاعف شغلي وبقى دخلي يوصل $5000 شهريا. لما شاف أبويا إن مشروعي بقى ناجح بالشكل ده وإني مرتبة أكتر من أطباء مهندسين كتير، قال لي جملة عمري ما هنساها: أنا غلطت في حقك وكنت شايف إنك فاشل، لكن كنت أذكى وأقوى من اللي كنت متخيله. أنا فخور بيك، كان أحلى انتصار في حياتي، مش بس لأن فلوسي زادت، لكن لأن قدرت أثبت لنفسي واللي حواليا إن مش لازم أمشي في الطريق التقليدي علشان أنجح. الدرس الأكبر في رحلتي:
العالم اتغير، مش لازم وظيفة تقليدية عشان تحقق النجاح. لما تطور نفسك وتشتغل بذكاء هتوصل لحاجات في عمرك ما كنت تتخيلها. أكبر انتصار في الحياة إنك تثبت للناس اللي شككوا فيك إنهم كانوا غلطانين. بعد ما وصلت ل5000 دولار شهريا حسيت إني حققت إنجاز كبير، لكن في نفس الوقت بدأت أفكر، هل ده سقف نجاحي؟ هل خلاص هوصل لحد هنا وأقف؟ كنت لسه بشتغل بنفس الطريقة، عندي فريق صغير نقلت في خدمات استثمارية مالية الشركات، لكن حسيت إن لسه في حاجات أكبر ممكن أعملها. كنت دايما بساعد الشركات في تحليل استثماراتها واتخاذ قرارات مالية ذكية. فبدأت أسأل نفسي، ليه ما استثمرش أنا كمان؟ ليه أفضل أشتغل لحد تاني ما أكونش أنا صاحب البيزنس الحقيقي؟ بدأت أدرس عن الأسهم والعملات الرقمية والعقارات، وقعدت شهور أتعلم وأطبق على نفسي بمبالغ صغيرة عشان أجرب وأفهم الدنيا ماشية ازاي. بعد دراسة مكثفة استثمرت 3000 دولار في شركة ناشئة كانت لسه بدايتها، وبعد 3 شهور بس استثماراتي بقت 4000 دولار. مكنتش مصدق نفسي، دي كانت أول مرة أكسب فلوس من غير ما أشتغل بإيدي. ومن هنا بدأت أفكر في الاستثمار بجدية أكتر. بعد ما فهمت الاستثمار قررت أوسع نطاق شغلي وأبدأ خدمة جديدة في وكالتي، وهي تقديم استثمارات مالية للأفراد مش بس للشركات. بدأت أساعد الناس العادية في استثمار فلوسهم بشكل ذكي. عملت كورسات أونلاين لتعليم الاستثمار والتحليل المالي. بدأت أعمل شراكات مع شركات كبيرة عشان أوفر خدمات أكتر، والنتيجة دخلي تضاعف وصل ل10,000 دولار شهريا. ولما وصلت للمستوى ده بدأت ألاحظ إن نظرة الناس هي اتغيرت، بقى في احترام كبير، وبقى اللي كانوا بيتريقوا عليا في الأول بيسألوني ازاي عملت ده. علمنا. أما أبويا فبعد ما كان بيعتبرني فاشل بقى أول واحد بيحكي عني قدام الناس بفخر، وقال لي أنا زمان كنت فاكرك هتضيع مستقبلك، لكن دلوقتي انت اللي بتعلمني ده ازاي ننجح. الشغل بذكاء أهم من الشغل بجهد. الاستثمار هو مفتاح الحرية المالية، متعتمدش بس على شغلك. أكبر انتصار هو إن اللي كانوا بيقللوا منك يطلبوا نصيحتك في النهاية. بعد ما وصلت للدخل اللي كنت بحلم بيه حسيت إن عندي اختيارين، يا إما أكمل بنفس الطريقة وأكون مستشار مالي مستقل، يا إما أفتح شركة باسمي وأوسع شغل أكتر. الفكرة التانية كانت مرعبة، لكن قلت لنفسي لو فضلت حاجة مش هحقق حاجة جديدة. بدأت أخطط إزاي أوسع شغلي، وقررت أفتح شركة استثمارات مالية متخصصة في إدارة الأموال والاستثمارات. هدف الشركة تقديم استثمارات مالية لأفراد الشركات ومساعدة الناس على الاستثمار الذكي وتوفير الكورسات الأونلاين للتعليم الاستثمار والإدارة المالية. لكن كان في تحدي كبير، رغم إني كنت بكسب كويس بس تأسيس الشركة محتاج مصاريف ضخمة، إيجار مكتب وتعيين فريق عمل محترف ومصاريف التسويق وجذب العملاء. الحل استخدمت جزء من مدخراتي واستثمرت جزء تاني في الأسهم، واشتغلت أكتر على الكورسات الأونلاين. لكن بعد ما قدرت أجمع رأس مال كافي لبدء الشركة، بعد 6 شهور من الشغل والتسويق جالي عميل ضخم، شركة استثمارية طلبت مني إدارة جزء من استثماراتها. العقد الأول كان ب500,000 دولار. ساعتها حسيت إني خدت أكبر خطوة في حياتي مهنيا. بعد العميل الأول بقى عندي سمعة قوية، وبدأت شركات تانية تطلب خدماتنا. كبرت الفريق بتاعي، فتحت فرع جديد، بدأت أعمل محاضرات عن الاستثمار والإدارة المالية، وفي خلال سنتين بقت شركتي من أشهر شركات الاستثمارات المالية في السوق. أبويا اللي كان بيقلل مني بقى يقول لي الكل ابني صاحب شركة من أكبر شركات العالم. الناس اللي كانت بتتريق عليا في الثانوية العامة بقوا يتمنوا يشتغلوا معايا. الدرس الأكبر، الفشل مش معناه النهاية، الفشل أحيانا بيكون بداية النجاح. كل حاجة هتمشي زي الحلم، أرباح وتوسع وعملاء كبار وسمعة بتكبر كل يوم، لحد ما حصلت الكارثة اللي كنتش متوقعها. خسرت 1,500,000 جنيه في صفقة استثمارية فاشلة. في بداية السنة التالتة شركتي قررت أوسع نشاط وهو مجال إدارة المحافظة الاستثمارية، واللي بيقوم استثمار أموال العملاء في البورصة والعقارات. كان عندي عميل كبير حابب يستثمر مبلغ ضخم، فحليت السوق واخترت له صفقة تبدو مضمونة 100%. لكن للأسف حصل انهيار مفاجئ في السوق العقاري، الأسهم اللي استثمرت فيها انهارت، والعميل خسر جزء كبير من الفلوس واتهمني بالإهمال. الموضوع اتطور بسرعة، والعميل هتجي للقضاء مطالب بتعويض كامل على الخسائر، ولو ما دفعتش شركتها تنهار تماما. بعد الأزمة دي بدأت الشركات اللي كنت بتعامل معاها تخاف تتعامل معايا، سمعتي اتأثرت جدا، حتى فريقي اللي كان دايما معايا بدأ يشك في قدراتي. وقتها حسيت ان كل حاجة ضاعت، وبدأت أفكر جديا في إني أقفل الشركة وأرجع موظف حياتي.
وأنا في قمة الإحباط شفت فيديو رجل أعمال ناجح كان بيقول لو خسرت فلوسك معاك عقلك تقدر تكسب من جديد. وقتها قررت أوقف النحيب وأفكر بعقلانية. أول حاجة عملتها أنا اتصلت مع العميل وقعدت معاه وفهمت بهدوء ووضحت له إن في نصف، لكن اللي حصل كان بسبب أزمة، وعرضت عليه خطة لاستعادة كل فلوسه وعليها مكسب بعد 6 شهور. بوافق. عملت حملة تسويقية ذكية ووضحت فيها إن الخسارة اللي حصلت مش نتيجة خطأ مني، دي كانت بسبب ظروف السوق، وإن أي مستثمر ناجح لازم يمر بكده. بدأت أركز أكتر على التدريب المالي والاستشارات الشخصية، ودي كانت مصادر دخل ثابتة مش مرتبطة بتقلبات السوق. أنا رجعت أقوى من الأول. خلال 8 شهور قررت أعوض كل الخسائر واستعدت ثقة العملاء وزاد عددهم أكتر من الأول. شركتي كبرت أكتر وبقى عندي فروع جديدة في مدن مختلفة وبلدان مختلفة. الخسارة مش النهاية، اللي يقدر يقف بعد ما يقع هو اللي بينجح. بعد ما عدت الأزمة المالية اللي كانت تدمر شركتي رجعت أقوى من الأول وبقيت ناجح جدا في شغلي، لكن حياتي الشخصية كانت بتنهار. كنت فاكر إن النجاح هيخليني سعيد، لكن لقيت نفسي وحيد جدا. أهلي بقى يعاملوني كأني مكانة فلوس، صحابي بقوا يا إما شديد يا إما مصلحجيين، مفيش حد بيحبني في شخصي، كله عايز مني حاجة. والمصيبة الكبيرة علاقتي بخطيبتي انهارت بسبب النجاح. خطيبتي اللي كانت معايا من أيام الصفر بدأت تحس إن حياتي والله بقت شغل وفلوس، وإنها أخد أولوياتي. كنت بشتغل 12 ساعة في اليوم، مواعيدي مش منتظمة، حتى لما بنخرج سوا كنت دايما ماسك الموبايل وبشتغل. في يوم واحنا قاعدين سوا قالت لي بالحرف أنا مش شكارية عندك، أنا مش مشروع استثماري، أنا خطيبتك. أنا بصراحة استغربت، هو النجاح وحش؟ أنا بشتغل عشان أأمن مستقبلنا، لكن هي شايفة إني بقيت روبوت شغل مفيش أي مشاعر. وبعد خناقات كتير قررت تاني الخطوبة. أنا مش هتجوز واحد مش موجود في حياتي أصلا. مش بس حياتي العاطفية اللي كانت بتنهار، الإعلام كمان في الموضوع. بعد ما شركتي كبرت والصحافة بدأت تكتب عني، وده كان كويس، لحد ما جريدة شهيرة نشرت مقالة مسيئة عني. رجل الأعمال الشاب يستغل أزمة السوق لتحقيق مكاسب شخصية. إشاعة سخيفة لكن أثرت على سمعتي وخسرتني عروض كبيرة. حسيت إن النجاح مش بس متعب، ده ممكن يكون خطر كمان. أنا آسفة يا صاحبة القصة، مش هقدر أحكي كل كلامك لأن كلامك القصة طويلة قوي ومتبين ناس كتير ممكن يتضايقوا. بصوا، هو في يوم من الأيام دخل عليه بنت، تمام، ومساعده قال له في بنت يعني، فهو قال مين البنت دي؟ هو اسمك كان في مكتبه يعني تعبان، والبنت لما دخلت كانت واقفة قدامه وابتسمت زي ما واثقة يعني. فهو بقى طلعت البنت دي مين اختصارا يعني؟ البنت دي هو كان بيحبها من الثانوية العامة، وكان متفقين ان هما لما يخلصوا الثانوية يعني هي ايه هيخطبها. وهو وعده خلف بسبب ان اهلها ما كانوش موافقين، بسبب ان هو ما كانش معاها ولا شقه ولا اي حاجه خالص. فهو بقى استسلم على طول، يعني مثلا راح تقدم مره راح استسلم على طول. فهي بقى الصدم بقى من اللي هو عامل يعني، واتضايقت واتخنقت وسابته خالص. بعدها بقى رجعت له، هو بقى ناجح دلوقتي بقى وعايز تدمر حياته. هتبدا بقى ان هي تعمل شركه منافسه تنافسوا فيها، وهتبدا ان هي تبعت واحد اسمه ادم دوت مساعد معاه في الشركه، ده هيبقى جاسوس بالنسبه له. هو بقى هيستخدم ادم ده ان هو بدل ما يتجسس عليه، لا هو يخليه يتجسس عليه بالحاجات اللي هو عايز يوصلها لها اصلا. فبعدين بقى هيدمر شركتها، فهي هتجيله وهتقول له عايز ايه مني تاني؟ انت اتصلت تسيبني في حالي بقى؟ فيقول لها انا سبتك في حالك من زمان، انت اللي جيتي ناحيتي تاني. فهو بعدها هيحس ان هو غلط في حقها، وان هو كان لازم لما وعدها بان هو يتقدم لها كان لازم يبقى قد كلامه، وان هو يتقدم لها مره واتنين تلاته لحد بقى اهله يوافقوا، اهلها يوافقوا. بس هو اتخلى عنها في يوم بقى وهو في اجتماع مع مستثمرين جدد. لقى واحد بيبص له بطريقه غريبه، كان وشه مقلوب جدا. كان اسمه كريم. كريم ده كان معاه في الثانويه. هو بقى اتصدم ان ازاي ادم اللي كان فاشل ما كانش بيذاكر في الثانويه بقى دلوقتي من اكبر المستثمرين في العالم العربي. قعدوا يتكلموا بقى عن الشركه، وان دلوقتي بقوا شركاء مع بعض في اكبر الشركات الاستثماريه. كريم قال له بقى بص، عندي فكره، ليه ما يتعاونش؟ انا شايف فيك حاجه مختلفه وفلوسي مش هتنفع من غير حد فاهم السوق زيك. دي كانت فرصه ضخمه. انا قررت ابني شركتي من الصفر، لكن ان شريك زي كريم يدخل معايا ده معناه توسيع ونجاح اكبر بكتير من اللي كنت متخيله. كريم ده
شخص غني جدا يعني. فهو لما يكون عايز يشاركه في شركة بعد كده ان هو وصل لحاجة كبيرة. كان عنده سؤال مهم بقى، هو بيقول بس انا كان عندي سؤال مهم، ليه انا بالذات؟ كريم ابتسم وقال لي فاكر زمان لما كنت في الثانوية وانت بتقول ان النجاح مش بدرجات؟ انا ضحكت عليك وقتها، بس دلوقتي انا عارف انك صح. ساعتها حسيت ان كل التعب اللي شفته، كل السنين اللي ضاعت مني في صراعات واثبات ذات، كان ليها معنى. انا مشيت في طريق صعب بس وصلت، والمفاجأة اللي كنت بفتكره اذكى مني هو اللي جاي دلوقتي يطلب الشراكة معايا. وافقت على الشراكة، ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في حياتي. بس المرة دي كنت عارف ان النجاح مش بس انك توصل للقمة، النجاح الحقيقي هو انك تفضل واقف هناك من غير ما تقع. الثانوية العامة السنة اللي بنفتكر انها بتحدد مصيرنا، لكنها في الحقيقة مجرد بداية. في الفيديو ده انا شاركت معاكم قصص حقيقية عن ناس كانت الثانوية العامة نقطة تحول في حياتهم، سواء للأفضل أو للأسوأ، وعرفتوا ازاي المجموع مش دايما نهاية الطريق، وازاي في ناس قدرت تغير حياتها رغم كل الصعوبات. اتمنى تكونوا حبيتوا سماع الحكايات اللي هتخليكوا تعيدوا التفكير في كل حاجة. وقبل ما اقفل ثواني، هو كان باعت لي بقيت القصة يعني في سنة ثانية، ان هو بعد فترة راح اعتذر لليلى حبيبته و... ودلوقتي حاليا فرحهم بعد شهر. بما انك كملت معايا لحد هنا فانت شخص مميز، وعشان كده هديك سر محدش بيتكلم عنه، وهو سر الطريقة السحرية للمذاكرة الفعالة. الطريقة دي اسمها تقنية 50-10-40، ودي بتعتمد على انك تقسم وقتك زي كده: 50 دقيقة مذاكرة بتركيز كامل بدون اي مشتتات، موبايل بعيد، كل حاجة مش مهمة تتقفل، و10 دقايق راحة، تتحرك، تشرب مية، تبعد عن اي شاشة. 40 دقيقة بقى مراجعة على اللي ذاكرته بالطريقة ايه اللي احنا قلناها فوق النشطة، يعني تلخص بصوت عالي او تحل اسئلة عادية. الطريقة دي بتخلي المعلومات تثبت اسرع، وكأن عقلك بيشتغل بكفاءة مضاعفة. جربها وقولي في الكومنتات ايه رأيك، وهل حسيت بفرق؟ ولو عايزين اشارك طرق تانية سرية متنساش تعمل لايك واشتراك. وفي اخر الفيديو في رسالة من بنوتة بعتها وبتقول: انا حرفيا مش عارفة ابدأ منين، احنا في شهر 4 والامتحانات خلاص على الابواب، حاسة ان كل حاجة متراكمة عليا، دروس، مذاكرة، مراجعات، وحل امتحانات. مش بس كده، الضغط النفسي اللي عليا من كل الناس حواليا خلاني حاسة اني تايهة ومش عارفة الحق كل حاجة. انا محتاجة خطة سريعة اقدر انجز بيها والحق اللي فاتلي واحس اني ماشية صح قبل الامتحانات. حد عنده طريقة تساعدني ألخص المواد وأركز على المهم؟ ولو حد عنده تجربة ومر بنفس اللي أنا فيه ياريت يقولي عدى المرحلة دي ازاي، عشان بجد أنا محتاجة نصايحكم دلوقتي أكتر من أي وقت تاني. يلا يا عسلات يا أحلى متابعين في الدنيا، انصحوها في التعليقات، ولو حد عنده حاجة تفيدها يقولها لها في التعليقات، واللي عايز مفاجأة أقوى في الفيديو الجاي يكتب في الكومنتات أنا جاهز للتحدي، وأكتر 3 تعليقات عليهم لايكات أنا هرد عليهم في نصائح شخصية ليهم في أي سؤال محتاجين. سلام، صلوا على النبي قبل ما نمشوا، وبحبكم كتير 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 كتير. في بنوتية صغننة عندها 8 سنين اتعلمت قصة في مدرسها وحابة تيجي تقولها لكم، فاسمعوها وقولها رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقول لكم قصة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في رجل من اللي هو بتوع زمان دومت عنده ناقة، بس من الناس الكبراء يعني. فايه كان عنده ناقة وبيحملها فوق طاقته، كان بيحط عليها حاجات تقيلة، مكانش بيأكلها كويس ولا بيشربها كويس. فالناقة كانت زعلانة، فالرسول صلى الله عليه وسلم مر من جنبها،
قام مر من جنبها الناقة، عيطت، قعدت تعيط. انها قال لها بتعيطي ليه؟ قالت له انا بعيط عشان الراجل بيحملني فوق طاقتي وبيأكلنيش ولا بيشربني زي ما عايزة. انها مسكها وقعد يدور على الراجل، قعد يدور على الراجل. وبعدين قال مين صاحب الناقة دي، مين صاحب الناقة دي؟ انها لقاه، انها زعقله، قال له انت ليه بتعمل كده؟ انها قال له ايه، بقى محافظ على الحيوانات شويه عشان